كابتن جمال عبد الحميد التصريح ده تقريبا مقرر، وبعد كل بطوله افريقيه يسمعنا نفس الكلمتين دول. نادي الزمالك ضيع من ايده بطوله افريقيه سهله، وان افريقيا كلها بقت دون المستوى. مع حضرتك في الكلام ده كله، وان بطوله افريقيا ما بقتش على سابع عهدها او ما بقتش بنفس القوه اللي كانت عليها، وفرق كتير من كبار افريقيا ما بقتش موجوده، زي الصفاقسي وزي النجم الساحلي وزي الافريقي وزي انيمبا وزي اسك. كل الفرق الكبيره دي ما بقتش موجوده. الكلام ده حضرتك اللي يقوله جمهور نادي الزمالك، مش مسؤول في مجلس الاداره. انت كمسؤول لما انت شايف ده بعينيك وشايف ان افريقيا كلها دون المستوى، وانت كل سنه بتخرج، يبقى عليك ان انت الاول تلوم نفسك ان انت مش قادر تاخد البطوله. انت اللي في مجلس الاداره، انت بتقول الكلام ده لمين؟ قوله لنفسك قبل ما تقوله لاي حد. لا، جمهور نادي الزمالك هيشكرك وهيكون سعيد بيك جدا لما كابتن جمال عبد الحميد المحلل او كابتن جمال عبد الحميد الاعلامي يلوم كابتن جمال عبد الحميد المسؤول في مجلس اداره نادي الزمالك على ضياع بطولات